السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن اب سكريبت. اب سكريبت ده من الحاجات اللي انا اكتشفتها في اخر سنتين او 3 سنين من شغلي. الموضوع فرق معايا جدا جدا جدا، ان هو بقى شغال اوتوميشن من غير ما انا اعمل الحاجة دي بايدي. بص، نفترض ان انا دلوقتي كل يوم الداتا دي بتضاف هنا مثلا كده، وانا ببقى عايز ان انا ابعت الداتا دي كل يوم الساعة مثلا 10 الصبح لمديري، او ان هي تتبعت للتيم اللي معايا او ايا كان هو ايه. الفكره في ايه دلوقتي؟ الفكره كانت المشكله دي كانت ايه؟ ان انا كنت لازم بعد ما الناس تخلص اروح داخل، اروح اعمل هنا كده فايل، واقول له هنا داونلود، او اقول له هنا ايميل، واقول ايميل ذيس فايل، وابعتهم للناس اللي موجودين معايا في التيم بتاعي. فانا الحاجه دي كنت ممكن انساها، ممكن انشغل وهكذا. فقال لك ايه؟ قال لك بص بقى، قال لك في اوبشن جميل قوي اسمه اب سكريبت. اب سكريبت ده على فكره، اب سكريبت ده حاجه اوتوميشن. بص، جوجل شيت اونلاين. يعني ايه اونلاين؟ يعني مش بتنزله على جهازك، فهو اونلاين. واب سكريبت ده طبعا هو اونلاين، او اللي هو بيبقى حاجه بتشتغل اونلاين. فدي حلاوتها في ايه؟ ان انت مش محتاج ان انت تنزله على الجهاز عندك او اي حاجه، فانت بتظبطه على جوجل شيت اللي هو في الاونلاين، وهو ده اونلاين، فيبعتوا يشتغلوا مع بعض، عشان هم كده كده الاثنين ايه، في سحابه او كلاود. فايه اللي هنعمله دلوقتي؟ قال لك دلوقتي انا عايز ابعت الملف ده. الملف ده اسمه اب سكريبت سند ميل، سند ايميل. انا عايز دلوقتي ابعته ازاي؟ قال لك دلوقتي انت ممكن، كل اللي عليك انك هتيجي هنا في كلمه اكستنشن، في حاجه اسمها اب سكريبت. اب سكريبت هندوس عليها كده اهو. يا رب، يا رب. اب سكريبت مكون من فايلز انت ممكن تدوس هنا كمان اد فايل كمان، يعني ممكن تدوس هنا اب سكريبت او اتش تي ام ال. اتش تي ام ال دي هنرجع لها بعدين، انت بتظبط شكل الصفحه وهكذا. لكن السكريبتات دي اهم حاجه بالنسبه لي انا دلوقتي. ممكن اضيف دلوقتي سكريبتات، ممكن اعمل سكريبت اهو مثلا، اضيف سكريبت تاني، او ده كده سكريبت تاني، اضيف كده سكريبت تالت وهكذا. يعني دي هتبقى دي سكريبتات تانية. يعني انت بتبقى مثلا لو انت عايز في نفس الشيت الجوجل شيت تعمل اكتر من سكريبت، يعني تقول له ابعت الميل بالشيت ده، ابعت الميل بالشيت ده، ابعت الميل بالشيت ده. فاهم قصدي؟ يعني مش هتبقى سكريبته لكله، لا. فانا همسح كل دول كده، هديليت، ديليت، واقول له هنا كمان ديليت. خلاص كده، ونخلينا في السكريبت ده. فانا هاجي هنا بص، بصراحه دي بيشتغل بلغه الجافا سكريبت، فالجي اس الجي اس. فطبعا انا ما اعرفش حاجه في الجافا سكريبت دي خالص. فنيجي هنا لحبيب قلبي، حبيب الملايين، شات جي بي تي، واقول له هنا انا انا عايزك انا عايزك تعمل لي سكريبت في جوجل. يا رب، وانا ما اعرفش اتحولت ولا ايه. جوجل شيت برضو. طب راح بقى نكتب كده بهدوء بقى كده في جوجل شيت. عايز ابعت الميل، عايز ابعت ملف او شيت معين جوه ملف جوجل شيت اسمه، عشان يبقى فيه اكتر من ميل. هناخد كده الحته دي كده وندوس دبل كليك، وهناخدها كده كنترول سي عشان احطها لي هنا. اسمه اب سكريبت سند ميل. عايز ابعتها، انا فعلا النهارده انا اسف، انا بكتب بسرعه جدا. ابعتها على الايميل الشيت ده، بس يكون شيت اكسل، مش صيغه جوجل شيت، لان انا ما اعرفش حاجه في لغه جافا سكريبت، بس بعرفكم يعني. انا بس بقول لكم انا بعمل ايه يعني. او دوس انتر. بص بقى إيه اللي هيحصل. هنشرب كده كوبايه شاي، رشفه من الشاي اهو. اهو، بص، افتح جوجل شيت من القائمه اكستنشن اب سكريبت، امسح كل اللي موجود والصق الكود ده. تمام. في الاي دي حط ملف الاي دي بتاعك. الشيت نيم حط اسم الشيت. الريسبشن ريسبشنست حط الايميل. احفظ الشغل دي وهيطلب منك بيرميشن. بص يا معلم، احنا هناخد الكود ده كده، ناخده كده كوبي كود، وهنيجي هنا كده ندوس هنا كده، ندوس كنترول اي وندوس كنترول في. يعني انا بعلم عليه واقول دوس كنترول في عشان ما يبقاش فيه الكود الاولاني ده.
بيقول لي put your file ID here. انا هاخد كده ده كده الاي دي، هندوس دبل بقف هنا الاول، لازم تبقى واقف هنا على الملف او الشيت الاول. تاخدوا هنا كوبي وتيجي هنا كده وتيجي مكان ما بين الكوتيشن دي وتحطها هنا كده كنترول في. كده احنا حطينا الاي دي بتاعنا. الشيت نيم، حط اسم الشيت، هندوس دبل كليك عليه كده وناخده كده كنترول سي وهنضيفه هنا كده كنترول في. وهنيجي عند الايميل بتاعي، احط الايميل بتاعي اسمه محمد، خلاص كده. وهنقول له هنا ايه، سيف، هنقول له سيف كده. احنا سيفنا البروجكت. طب عايزين نجرب، تعالى بقى نفتح بس الجيميل الاول عشان نبقى بس جاهزين كده في الاول اي حاجه كده. كده احنا لسه في لسه في اول حاجه كده، لسه ما جاتش لسه ما جيش اي حاجه اهو. وهنقول له هنا ايه، رن. نجرب الاول، رن الاول. يقول لي ريفيو بيرميشنز، هندوس ريفيو بيرميشنز ونقول له هنا ايه، تمام انا بديك الاذن اللي انت تشتغل. ونقول له هنا ادفانس ونقول له هنا ايه، جو تو انتايتلد بروجكت. احنا لسه ما حطيناش تايتلد، انسيف، نخليها انسيف. ونقول له هنا ايه، تمام، كونتينيو. كونتينيو. اكسس دينايد، لا اله الا الله. طب معلش نعملها تاني، رن ريفيو بيرميشن، معلش انا دي ادفانسد، جو انتايتلد بروجكت انسيف. ونعمل كده سيلكت اول وبعد كده نقول له كونتينيو. وهنزيد نختار اهو بس كده اهو. قلت له اكسكيوشن ستارت. نيجي ندوس هنا كده وندوس هنا ريفرش، لسه مفيش حاجه. طب تعالى نجرب تاني كده، نعمل رن تاني. بص بقى، احنا دلوقتي عندنا مشكله اهي، نروح عاملين كده كوبي. انا والله بقول لكم بجد بجد والله العظيم، انا بقول لكم الحقيقه، يعني بقول لكم ايه اللي بيحصل معايا. هنقول له هنا كده، اقول له حصل لي المشكله دي، بص كده اهو بالمنظر ده كده، اقول له حصل لي المشكله دي. انا بس بعرفك حاجه اسمها ترابل شوتنج. يعني ايه ترابل شوتنج؟ يعني لو حصلت لك مشكله تعمل ايه، فاهم قصدي؟ تعالى نحل نكتب انتايتل دي ان احنا عايزين نعمل ايه. ده بروجكت اللي احنا ايه عايزين نجرب حاجات جديده. يعني نقول له مثلا ايه، البروجكت ده يبقى اسمه ايه، هنقول له اسمه اب سكريبت تيست، اب سكريبت ديمو مثلا، ديمو، نخليها ديمو. يعني ايه، عايزين نجرب الديموهات دي. انسر ناو. المشكله في الفيلد، ماشي 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 ماشي. طب بص، اقول له على حاجه، اقول لك بس على حاجه هتبقى تعملها قوي. هقول له بص، ده بص، ده لينك الملف. بص عشان هو يعملها لك على ده لينك الملف، ممكن تعمله على طول. بص بقى كده، انا عامله لك جاهز بالكامل بالاي دي بكل حاجه. بص هو حط لك حتى الاي دي، انا كنت حاطط اللينك كله، هو حط لي جزء من الاي دي عشان ايه تبقى الدنيا تمام قوي اهو. حط الشيت نيم وحط ريسبشنست اهو. ناخد برده ده كده. بص اول حاجه نيجي هنا كده كنترول اي، هنا كده كنترول اي وندوس هنا ديليت، مسحنا كل حاجه. ونيجي هنا كده ناخد هنا كوبي كود كنترول في وندوس هنا سيف الاول. وبعد كده نقول له ايه، نحط الاول الشيت نيم. الشيت نيم ده نسميه باسم ايه، ما هو متسمي اهو اب سكريبت سند ميل اهو كنترول سي. وهنيجي هنا عند شيت 1 دي كده كنترول في. خلاص الملف اسمه اب سكريبت داش سند ميل. ونيجي هنا في الريسبشنست نغير بقى ايه، الايميل بتاعي اهو محمد دين. خلاص كده ونقول له برده سيف ويلا بينا توكلنا على الله، رن اكسكيوشن. you can't remove all the sheets in document. هل في حاجه جات لي هنا تاني؟ مفيش. قال لي exception you can't remove all the sheets in a document. تعالى كده نجرب نقول له الحته دي كده. الخطأ ده بيظهر لأن جوجل شيت بيمنع حذف أي آخر شيت موجود في الملف المؤقت. ده حصل بالظبط ما اعرفش إيه. بص بقى راح عامل لي نسخة جديدة. أنا أقسم بالله بقول لكم ليه كده بيشتغل 100% بدون أخطاء. هنشوف دلوقتي أهو. أنا بعمل بصوا نفس الفكرة بالظبط. هنعمل كده كنترول A وكنترول V، يعني بحط الكود ده مكان الكود الأولاني.
واخد الشيت ده كده كنترول سي، ادوس دبل كليك كنترول سي، واجي هنا كده مكان شيت 1 كنترول في، واجي هنا مكان الايميل بتاعي واحط الايميل، ونعمل هنا سيف برضو بسم الله ونقول له ران. اكسكيوشن ستارتد، لا اله الا الله، يلا بينا. اكسكيوشن كومبليتد. يبقى نيجي هنا بقى في الميل ونعمل هنا ريفرش، ريفرش تاني، المفروض جوجل سكيورتي لسه، ريفرش تالت، ها هي جايه يعني هي هتيجي. انا عمال اهو. طب تعالى نعمل هنا اهو، نعمل هنا ريفرش خالص اهو، لسه، يا رب. طب انا حطيت الميل بتاعي اهو، محمد حسين 001. ماشي. طب انا حطيت الايميل بتاعي بطريقه مش حلوه يعني ولا ايه؟ مش فاهم اهو. هو المفروض يظهر لي هنا ولا يظهر لي هنا مفيش هنا سبام لسه، يا رب. يبقى ناخد الايميل احسن اهو، كوبي، وهنيجي نعمل هنا كده كنترول في، ونيجي هنا اهو، اهو ربنا، اهو رن اكسكيوشن ستارتد، اكسكيوشن كومبليتد، اهو اهو ربنا اهو اهو. اكسل اتاتشد شيت اهو، نفتح هنا كده ونعمل هنا نفتح دي كده اهو. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، ومكتوب اكس ال اس اكس اللي هي بتاعت الاكسل، جميله جميله جدا. بصوا اخر حاجه خالص محمد 41 اي تي 3400 اهو، محمد 41 اي تي 3400. طب لو انا ضفت هنا مثلا احمد مثلا 28 مثلا داتا اناليست 5، ونحط له هنا رقم 19 اهو كده يعني. ونعمل هنا كده، نيجي هنا كده ونقول له run execution started execution completed. يبقى نيجي نشيل هنا كده ونعمل هنا كده، ده لسه جاي، في حاجه جايه بعديها، ده نيو. طب نشوف ده، هل ده اللي احنا كاتبينه؟ اهو احمد اهو، بص احمد داتا اناليست 5019 اختراع. طب احنا بقى عايزين، بص احنا كده عملنا اب سكريبت، عملنا السكريبت، عايزين بقى نخليه هو يشتغل مع نفسه. انت مش كل شويه تيجي هنا تدوس رن، يعني انت مش كل شويه تيجي تدوس رن، انت عايزه يشتغل مع نفسه. قال لك بقى ايه، في اوبشن حلو قوي اسمه تريجر. تريجر يعني ايه؟ يعني تريجر، لو شفت حلقه اللي هي الماكرو درويد، كان في فيديو كده اسمه ماكرو درويد بتاع اوتوميشن، لو شفت الحلقه دي بجد هتفرق معاك جدا. التريجر ده يقول لك ايه، لو حصل كذا اعمل كذا. يعني انا هقول له مثلا ايه، انا عايز الميل ده يجي لي كل يوم الساعه 10 الصبح، خلاص. يبقى التريجر ده بيقول لك ايه، اول ما تيجي 10 الصبح هوب يروح ضارب يبعت الميل، اسمه تريجر، حتى اسمه زناد. يعني اول ما تيجي الساعه 10 الصبح ابعت على طول. فهنعمل ايه، هنيجي هنا في التريجر اهو، التريجر اهو اسمه تريجر اهو، ندوس على التريجر، حلو اسم التريجر دي، ونقول له هنا ايه اد تريجر. بصوا التريجر اللي لقاه اسمه حاجه اسمها سند شيت از اكسل، يعني هنا مكتوب هنا اسمه سند شيت از اكسل، ده موجود على فكره اهو. فبيقول لي ايه فروم ده هيد دي كان موجوده، ونقول له سيلكت، هنقول له انا عايزها تايم دريفن. تايم دريفن يعني ايه تايم دريفن؟ سيلكت ايفنت سورس، ايفنت سورس، انا اقول له تايم دريفن يعني على الوقت، اور تايم، ديلي تايمر، ما اعرفش ايه كل ده، اقول له ديلي تايم، او هقول له هنا ويكلي تايمر، انا عايز داي تايمر، المفروض داي تايمر. بص بقى دي بقى الاوقات، انت عايزه من الساعه 1 للساعه 2، عايزه من الساعه ما اعرفش ايه للساعه كذا للساعه كذا، فاهمين قصدي ايه؟ ده كده اسمه داي تايمر. في هنا اور تايمر اللي هو افري اور، افري 2 اورز، افري ما اعرفش ايه. مثلا هنا سبيسيفيك ديت اند تايم، يعني نقول له مثلا ايه يوم كذا ابعته لي في الحته دي. مثلا هنا ويك تايمر، نختار كل ايفن مانداي، ايفن تيوزداي، وهكذا، يعني كل يوم حد، كل يوم اثنين، دي جميله دي، كل يوم حد ابعت لي الميل ده، كل يوم اثنين وهكذا ابعت لي الايميل ده. بصوا في اوبشنز كتير قوي. انا مثلا بختار ايه داي تايمر، داي تايمر ده اهو، واقول له مثلا ايه كل يوم من الساعه 9 الصبح ل 10 الصبح، يعني من 9 الصبح ل 10 الصبح تلاقي التريجر ده بيشتغل وبيتعمل، وبعد كده تدوس سيف، دوس سيف، خلاص كده خلصت اهو، بيسيف اهو، التريجر اهو اشتغل اهو، خلاص كده. فانت كل يوم هتلاقي بكره الصبح من 9 ل 10 الصبح، يعني في خلال الوقت ده 9 وربع، 9 ونص، 10 مش تفرق، هتلاقي يبعت لك الميل ده. اختراع بجد، اختراع بجد.
طب لو عايز امسحه هاجي هنا في الثلاث شرط دي كده اقول له هنا ايه ديليت تريجر. وكمان ممكن تشوف هنا كمان الاكسكيوشنز، ايه الاكسكيوشنز يعني اشتغل قد ايه. وممكن كمان تقول له هنا كده اهو التريجر ده اهو التريجر دي الاكسكيوشنز اللي احنا عملناها، خدت بالك اهي الاكسكيوشنز اللي احنا اشتغلناها اهي ثانيه المفروض ان هو اشتغل يعني اهو اهي دي الحاجات اللي احنا اشتغلناها اهي في فيل وبعد كده كومبليت فاهم قصدي ايه؟ يعني يعني اول كام مره باظ فعلا وبعد كده اشتغل بعد كده كومبليتد. طب لو انا عايز اعمل في التريجر ده عايز اشتغل اعمل فيه حاجات افضل، احنا بقول لك بقى اهو انت ممكن تخليه مثلا داي تايمر، تقول له مثلا اور تايمر. يعني ايه اور تايمر؟ يعني كل 6 ساعات كل ساعه في هنا مينت تايمر اهو افري مينت. يعني عارف لو انا دوست افري مينت دي ودوست سيف عقبال ما نيجي نشتغل دي كده، يعني عقبال ما نشتغل دلوقتي احنا هو دلوقتي مفيش مرفق شيت بصيغه الملفات وهكذا كده لحد الان مفيش. هو كده بيعد دقيقه، يعني كل دقيقه هيبعت لك الميل، فهمتني؟ فاحنا مثلا هنيجي مثلا نحط هنا وليكن عقبال ما يبعت الميل يعني 20 ونقول له هنا مثلا اسم تحسين مثلا هنا الايدج مثلا انا والدي كام 63 سنه التايمر درايفر والدي سواق بيقبض مثلا وليكن يا عم نديله 20,000 جنيه يعني ربنا يرزقه او كده. ونيجي نعمل هنا هو لسه الاكسكيوشن لسه ما اشتغلش، بس هو هتلاقي اهو بص الاكسكيوشن اشتغل اهو، خدت بالك اهو ظهر اهو، ده كده اول دقيقه عدت، فاهم قصدي ايه؟ اهو. وتيجي تدوس هنا كده هنلاقي تحسين هنا موجود اهي تحسين 63 سنه درايفر، وهنا فهمت قصدي ايه؟ ده كل دقيقه، فاهم؟ فطبعا احنا هنروح بقى هنا كده ونروح فاصلينها، هنعمل هنا ديليت للتريجر وكده خلاص. نيجي بقى هنا الايديتور دي كده الايديتور ونقول له هنا ايه، نيجي هنا كده نعمل له رينيم ونخلي هنا ايه سند ميل، سند ايميل از اكسل، يعني سند ايميل از اكسل ودي كده اول واحده، عشان بعد كده لما نيجي نعمل تريجرات تاني او نيجي نعمل حاجات شغل هاي جامده جدا. شكرا جدا ليكم، انا فعلا مبسوط جدا والله فعلا مبسوط ان انا بشرح لكم اب سكريبت، مع اني ما فهمش اي حاجه في الجافا سكريبت، بس الحمد لله بمساعده شات جي بي تي الموضوع اختلف خالص. بس كده شكرا جدا ليكم يا شباب، ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه لان فعلا والله الواحد بيستفيد جدا والواحد فعلا بيستفيد من كومنتاتكم وبتقولوا لي على حاجات والواحد الحمد لله بيشتغل عليها. فما تنساش تدعمني بجد والله وتنشر المحتوى ده بجد والله الواحد محتاج دعمكم جدا يا شباب. شكرا جدا ليكم وكان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.